النيابة الحزبية طلبت تقييم السيارة المخلفة عن المورث لتحديد نصيب الأسر أو تقييم نصيب الأسر. المهندس لسه ما جاش عين العربية، فإيه اللي بيتم؟ فبنقول حضرتك الوصية بتطلب من النيابة الحزبية تكليف المهندس الفني بتحديد قيمة السيارة لتجنيب نصيب الأسر. وفي الحالة ديت قرار النيابة الحزبية بيطلع وبيختار به المرور المختص للعربية مرخصة فيه بتقييم السيارة رقم كذا المخلفة عن المرحوم فلان الفلاني. جواب النيابة الحزبية وصل المرور، بتتواصل مع المهندس الفني بياخد رقمك او رقم الوصية بحيث بيحدد لك ميعاد يجي يشوف فيه العربية او بيطلب العربية تيجي المرور عشان يكتب التقرير بتاعه. التقرير ده هو بتقييم قيمة السيارة السوقية على حسب حالة السيارة وعلى حسب السعر او ثمن العربية في السوق. يبقى بحدد ثمن السيارة على اساس ايه؟ القيمة السوقية للسيارة والحالة الفنية للسيارة. مهندس عين العربية عمل التقرير بتاعه، بيخطر النيابة الحزبية بالتقرير قبل ميعاد الجلسة اللي النيابة محددها. بعد كده التقرير وصل للنيابة الحزبية، بتبيع العربية، تودع نصيب القصر في أحد البنوك، تجيب إيصالات الإيداع وتقدميها للنيابة الحزبية تتحط في ملف القصر. يبقى الموضوع مش عشوائي أو البيع مش عشوائي، لازم موافقة النيابة الحزبية على البيع. والنيابة الحزبية طالما وافقت بتخطر المرور لتكليف المهندس الفني بتحديد القيمة السوقية للسيارة. يبقى لما اجي ابيع وانا وصية بعمل ايه؟ بحتاج موافقة النيابة الحزبية معايا وانا رايح المرور عشان اقدر اطلع شهادة بيانات للشهر العقاري. وانا في الشهر العقاري الموظف بتاع الشهر او موظف التوثيق بيطلب مني اصل موافقة النيابة الحزبية على البيع وشهادة البيانات اللي طالعة من المرور. انما ما اقدرش اسجل عربية وهي مملوكة الاسر بدون موافقة النيابة الحزبية.